ازاي تطلعي لو هتعملي كمية رز، عشان في ناس ما بتعرفش تظبط، لو هتعمل 2 كيلو رز 3 كيلو رز ما بتظبطش معاهم. الكاميرا والله ظالمه الرز وظالمه الحاجه، ما علينا. بتغلي ميه على النار، ولازم الرز يكون سخن. يعني انت خلاص عملت الشعريه وحطي الرز وهنا طلعت باقي الصاج. المهم يعني الرز تسخنيه جدا جدا، والميه تكون مغليه، وتحطي ده على ده، عشان كده هيطلع معاكي مظبوط. بعد ما يتشرب وكده وطي عليه، قبل ما يتشرب بشويه وطي عليه. وشوفيه قبل، لو ما لقيتي من على الوش ما استواش، بتروحي ايه حاطه شويه ميه بسيطه تاني وتقفلي عليه، ما تقلبيش الا لما تحسي اللي على الوش كمان مستوي. بس هو الحمد لله من اول مره عشان ظابطه كل حاجه. ده كان اطعام اليوم. فراخ ورز وخضار اللي هي الفاصوليا. لسه بجهز فيه، طلعت اول صاج ولسه تاني صاج. وهنا بقى الفاصوليا بعد ما بحمر البصلايه تتشوح بحط لها توم وتدبل تصفر، وبحط عليها الفاصوليا. بعد بغطي عليها، بقلبها شويه تتشوح، وبغطي عليها على ما تعملي الطماطم وتغسليها وتفرميها وكده. هتكون ظبطت معاكي، تروحي مصفيه عليها الطماطم وشويه سكر. واول لما تستوي تروحي ضيفه عليها الشوربه او ملح او فلفل اسود اللي انت عايزاه. في رعايه الله، سلام.